Ägypten, Kultur. Ach, gut, dass Sie gekommen sind, Herr Ahmed. Könnten Sie mir bitte ein Bier bringen? Guten Morgen erstmal, Herr Müller. So früh schon ein Bier? Ja, Herr Ahmed, was bleibt mir dann übrig? Ja, ich verstehe das. Aber ich bitte um Entschuldigung, ich kann Ihnen das nicht selbst bringen. Ich sage einem Kollegen Bescheid, er bringt es Ihnen gleich. Entschuldigen Sie mir bitte, Herr Ahmed, darf ich Sie kurz fragen, warum Sie das nicht machen möchten? Aber sagen Sie mir bitte das ehrlich. Natürlich dürfen Sie fragen, aber ich komme aus einer arabischen Kultur und auch aus persönlichen Gründen meide ich den Umgang mit Alkohol. Ach so, alles klar, habe ich verstanden. Danke für Ihre Offenheit und Ehrlichkeit. Machen Sie sich keine Sorgen, ich rufe gleich Max an. Hallo Max, kannst du bitte mal zu Herrn Müller gehen und schauen, was er braucht? Machst du das? Super, danke. Tschüss. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahl. Bismillahir Rahmanir Rahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. معاكم معتز عجموغلي، أخصائي تمريض وعايش في ألمانيا. والنهاردة أنا عايز أجاوب على سؤال مهم جدا واللي بيدور في بال كل ممرض وممرضة اللي عايزين يجوا يشتغلوا في ألمانيا هنا، ألا وهو: هل الممرض في ألمانيا ملزم بتقديم الخمر ولحوم الخنزير للمرضى؟ وأول حاجة هنتكلم عنها المستشفى. في المستشفى ما بيكونش فيه خمور بتتقدم للمرضى. إيه ده؟ يعني فيه خمور بتتقدم في المستشفى؟ أنا كنت حاسس والله. استنى بس، هي بالفعل ممكن تكون موجودة ولكن مش دايما، وبتكون موجودة في غرفة الاستراحة أو في غرفة التمريض، وبتكون مع الزمايل الألمان لما بيحتفلوا أو بيعملوا أي احتفال، ولكن في الغالب ما بتكونش موجودة، ودي حاجة ما تخصكش. أما بالنسبة للحم الخنزير فده بيكون موجود، ولكن في بعض الأحيان صعب تتعرف عليه أو صعب تفرق بينه وبين اللحم العادي. وهنا تقدر ببساطة تعتذر لزميلك الألماني وتطلب منه يقوم بالمهمة دي بدالك، ولكن أنت لازم تعرض عليه إنك تقوم بمهمة تانية بداله. هديلك مثال بسيط: لو أنت شغال في شيفت المسائي وجاء وقت توزيع العشاء، فأنت ممكن تعرض على زميلك تقول له: لو سمحت أنت تكفل بتوزيع الأكل على المرضى، وأنا هجهز العربية وهجهز المية السخنة وهعمل الشوربة وهعمل الشاي مثلا، وأنت توزع الأكل، وممكن كمان أنا ألم أطباق العشاء بعد العشاء. وبكده تكون أنت عرضت على زميلك المساعدة وخليته هو ياخد منك الحاجة اللي أنت ما بتحبهاش، وهو عمل الحاجة وقسمت الشغل بينكم. وغالبا بيكونوا متفاهمين الحاجات دي وعارفين ان في ناس مش بتحب تتعامل مع لحوم الخنزير. اما بقى في دار المسنين فالوضع مختلف شوية، لانهم بيحاولوا يوفروا للمقيمين اي حاجة يحتاجوها حتى لو كانت مشروبات كحولية. هل ده معناه انه فرض عليك؟ لا طبعا، ولكن ساعتها هتتكلم مع زميلك في الشغل بكل ود واحترام وتشرح له ان انت مش بتحب تتعامل مع الحاجات دي، وهيتفهم الموضوع. وبالظبط زي ما عملت لك كده في مقدمة الفيديو ده، وده كان بالفعل موقف حصل معايا أول ما جيت ألمانيا، ولكن كانت لغتي ساعتها للأسف لسه بعافية شوية وما قدرتش أعبر عن نفسي بالطريقة المناسبة. فأنا جاي وبشرح لك وحطيت لك المثال ده عشان أنا عايزك من أول يوم تيجي في ألمانيا تكون واقف على رجلك وتعرف تدافع عن نفسك وعن مبادئك. والحوار اللي في المقدمة ده على فكرة من أفضل الطرق اللي تعبر بيها عن نفسك وتعبر بيها عن إن أنت مش حابب تقوم بالمهمة دي. وزي ما قلت لك إن في غالبية المستشفيات أو دار المسنين بيحترموا رغبتك، ولكن انت طبعا بتكون متعاون وبتقوم بحاجة تانية. وفي النهاية الفكرة انك تقدر دايما تحافظ على قناعاتك وتحترم شغلك وزمايلك، وفي نفس الوقت تقدم افضل رعاية للمرضى. وافضل حاجة هتساعدك تحقق التوازن ده انك تكون بروفيشنال في شغلك وفي تعاملك مع زمايلك. ويا ريت كمان لو تكون لغتك قوية وتلتزم بمواعيدك وتظهر ليهم ان انت شخص جاد في الشغل بتاعك، وساعتها انت اللي هتكون متحكم في كل حاجة حواليك وهتفرض احترامك عليهم اجباري. ودلوقتي وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى تكون استفدت. اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر معلومة ما كنتش تعرفها واكتر معلومة استفدت بيها. ابعت الفيديو ده لاي حد سألك نفس السؤال وعنده نفس التخوف. اشوفكم في حلقات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.